عمل على إقالة موسى المحياني من جهاز كرة القدم، وهو الذي كان يقدم عمل جيد في الأهلي وقتها، هو المشرف، وبتكلم بالمسميات والمناصب وليس الأسماء، هو المشرف العام الأستاذ طارق كيان، هو من أقال موسى المحياني. بعدها بيومين دعوة من المنتخب السعودي. وهل الدعوة من المنتخب السعودي بتكون خلال يومين؟ بالتأكيد لا، هي خلال أشهر تمت. طالما أنت تعرف أنك رايح المنتخب، توعز لموسى المحياني أو لإدارة كرة القدم وقتها بأنه احنا نرغب فيك يا موسى المحياني. اليوم التاريخ يعيد نفسه. قبل يومين إدارة النادي الأهلي تفرط في المدير التنفيذي محمد الحارثي، 17 سنة في النادي الأهلي، تاريخ عظيم ورجل توافقي وإدارة محترفة وصوت هادي، وبعد يومين تظهر وتقدم الاستقالة. هذه المحكات حقيقة في الأهلي ليست وليدة اللحظة، ليست اليوم، ولكن الأهلي مقبل على مشاكل إدارية مالية وفوضى في الفترة القادمة، خاصة أنه تغريدة الأستاذ طارق كيان يقول إدارة غير داعمة ولم تفي بالتزامات أو متطلباتي. طب الآن لسه فترة التسجيل يناير ما بدأت، لسه ما بدأت. لما تبدأ فترة التسجيل وتنتهي فترة التسجيل ولم يتم الإيفاء بمتطلباتك، أنت تخرج من الباب الكبير. أنت تظهر الآن وعملك جيد وأدائك هو مش قبل يفتح الباب، والصورة الذهنية في نظر المدرج جيد، نعم. أما الآن فأعتقد أن خروجك وتصريحك والتغريدة هذه غير موفقة إطلاقا. وبالنسبة لي أنا كحمدان، طارق كيان جزء من الحل وجزء من المشكلة، وأبارك أيضا رحيله عن النادي في الفترة الحالية، كما أني لم أكن أرغب وكان صوتي ينادي بعدم انضمام للنادي الأهلي في فترة الأمير منصور بن مشعل، لأني توقعت أن يصل مثل هذا الحدث ومثل هذا التوقيت، والأهلي في أشد الحاجة والماسة لك، وبالتالي أنت اليوم تغلب المصلحة الشخصية على مصلحة الكيان. الأهلي باختصار لغز محير لجمهوره ولمحبيه. طيب.